هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليوود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الممثل التركي جان يمان الذي يعيش في إيطاليا يواصل اهتمامه بمستقبل وحياة الأطفال عن طريق تقديم الدعم اللازم له من خلال جمعيته جان يمان للأطفال. هذا وقد ألقى يمان منذ يومين محاضرة عن مستقبل المراهقين، وذلك بحضور طبيب متخصص في الطب النفسي والعصبي للأطفال وشخص آخر متخصص في القانون. ناقشوا مع الأطفال مخاوفهم كما عرفوهم بحقوقهم، وتم إجراء نقاش مفتوح في المحاضرة التي أقيمت بتورنتو. قال يمان خلال المحاضرة: مستقبل المراهقين مبني من خلال اللقاءات والتبادلات وليس بالعزلة. فبعد زلزال كهرمان الذي حدث في 6 من شهر فبراير الماضي ونتج عنه الآلاف من الضحايا والمصابين والمنازل المتضررة، تضامن عدد كبير من المشاهير الأطراف لمساعدة المتضررين، وكان في مقدمتهم الممثل التركي الشهير جان يمان. علما أنه لوقتنا هذا يواصل جان يمان محاولته لمساعدة المنكوبين، وذلك عن طريق مشروعه الجديد والذي سيذهب من خلاله في جولة أوروبية واسعة النطاق خصص عائدتها لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا. ولم يكن هذا هو المشروع الخيري الوحيد الذي أسسه يمان، بل أسس من قبل جمعية جان يمان للأطفال في إيطاليا، حيث عاش لفترة من الوقت لدعم الأطفال المحتاجين. ومن جهة أخرى فقد نشرت الفنانة التركية الشهيرة توبا بيوكوستون صورة بصحبة عائلتها الصغيرة وهي تقضي العطلة الصيفية مع ابنتيها التوأم. كما نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور أخرى لنفسها وهي تستمتع بالعطلة. هذا فإن توبا يعتبرها جمهورها من أجمل الوجوه التي ظهرت على الشاشة بسبب ملامحها المميزة والجريئة. وقد اشتهرت الممثلة في الأوساط العربية من خلال مسلسل سنوات الضياع وعدة مسلسلات.